It's 2023. لكل متابعي كمشة إخبار فنية مع تغريد إن كنتم من هالبلد أو برات هالبلد. اليوم أنا بدي أرفع كاس محبتكم، متابعتكم، الوفا لإلي ولهالبرنامج كمان. اليوم نحن أكثر من 2000 متابع ورح بيزيدوا بعد أكثر، وبمحبتكم وبمتابعتكم رح نوصل لأبعد من ما أنا بتمنى. من هون من مدينة حيفا عروس البحر يلي لبست حلة جديدة بهالعيد، وإن شاء الله 2023 تكون حاملة معها محبة، فرح، كل شيء بتتمنوه. وأنا بدي لكم تشيرز، برفع كاسكم ومحبتكم. كمشة إخبار فنية مع تغريد حامل اليوم فقرات حلوة ومميزة، أكيد مش فنية إنه ببداية 2023 تكون ضيفتي عالمة الفلك اللبنانية ماجي فرح، يلي رح بتخبرنا عن 2023 بجعبتها 30 كتاب، يعني 30 سنة من توقعات ومن كل شيء عم بيصير، وكتار ناطرينا. أنا بدي إلا تفضلي ماجي فرح. حابة أعيدكم من كمشة أخبار فنية مع تغريد مثل كل سنة بالسنة الجديدة اللي بتمنيها للجميع سنة حلوة، وبوعدكم إنه رح تكون السنة أفضل من السنة الماضية. لا، مش إنه كل شيء خلص، بس هي أفضل بكثير من السنة الماضية. والكتاب الجديد 2023 بوابة الخروج من الأزمات، إن شاء الله يكون بوابة نحو الحرية أو نحو الآفاق الواسعة والأجواء النقية بعد ما مرقنا ب3 سنوات من الأحزان والمشاكل والحروب. 2023 لمين رح تكون من الأبراج الأفضل لهالسنة؟ مش الأفضل، الأكثر حظاً. مين بده يعاني شوي؟ الكل عنده فترات كتير حلوة. كتاب من 555 أو 56 صفحة من المعلومات المكدسة لإلكم بالأسواق. فيكم كمان تشتروا على الابليكيشن الاب ماجي فرح، وفيكم دغري تشتروه بيوصلكم ديجيتال، أو توصوا عليه كتاب ورقي مثل ما كتار كمان بيحبوا. مع الابليكيشن ما تنسوا كل يوم برجكم، كل يوم بالصوت بتسمعوا شو رح يصير معكم إذا كمان اشتركتوا. على كل حال هي سنة جيدة بتبلش أفضل بشهر أيار، وبتكون رايحة تصاعديا نحو بعض الانفراجات، ولو انه بتحمل كمان مشاكل وهي طبيعات ما حصل سنة 20. وخبرتكم انه سنة 20 كانت سنة مليئة بالكوارث، سنة الكوارث يلي بدها تبصم العالم أو تترك بصماتها على العالم لمدى 10 سنوات. لا، السنة رح تكون أفضل، رح نطلع من الأزمات الكبرى نحو طريق ولو شاقة نحو الانفراجات. كل عام وانتم بخير. كل سنة فنانين من العالم العربي بيحملوا بطاقة معايدة لكل متابعي كمشة إخبار فنية مع تغريد. حبيت إنه يكونوا الفنانين من هالبلد. رح منبلش مع الفنانة هبة بطحيش، يلي أنا بحبها كتير، بحب إنسانيتها، تواضعها يلي يمكن بخليها تختلف عن باقي الفنانات. تفضلي هبة بطحيش. لتغريد والقمر والأحلى كمشة أخبار فنية. بتمنى لكم سنة سعيدة وفيها مليانة أمنيات ومليانة نجاحات وتوفيق، وأهم إشي الصحة. كل عام وانتم بألف خير. مني هبة بطحيش. وهلأ مع الفنان، أنا بدي سميه الفنان الجماهيري على قد ما هو محبوب الجماهير، علاء عكر، كمان حامل بطاقة معايدة. اتفضل علاء. مساء الخير. أول شيء كل سنة وأنتم سالمين للعالم العربي جميعا. إن شاء الله سنة 2023 بتكون نجاحات وحب ورضا وخير على الجميع، ويعطيكم ألف ألف عافية. من علاء عكر لكمشة إخبار فنية مع تغريد. الله يسعدكم. كل سنة في موضة جديدة وألوان جديدة، والسنة الغريب إنه ألوان الشعر هي اختاروها تتكون من أنواع الكيكس. ميسون هلال اختصاصية التجميل
هي رح بتخبرنا عن الموضوع. تفضلي ميسون، وبدي عيدك أنا. مرحبا. اللي بعد ما عمل كابر لهالسنة يروح ويعمل لون شعره كابر، خاصة إذا بشرتهم بيضاء كتير رح تلبقلهم. هيدي السنة سنة الكابر، كابر هير. أنا عاملة كابر ومدخلة الفايوليت بقلبه، كتير عم يعطي إفيه حلو. عم يعطونا كمان هيك بنشتهي اللون إنه نحطه لأنه مسمينهم شوي على أسماء الحلويات. عنا التيراميسو، عنا الفرابتشينو، عنا براوني، إذا بتحبوا تاكلوا براونيز. كل الألوان الترابية الداكنة موضة هالسنة. بلوند ماشروم، عنا البلاك اللي عم بيلمع، روز جولد، عنا البينك. الموضة كتير حلوة، خصوصا بالشتاء حلو واحد يلون وجهه ما يظهر بيل وما يظهر وجهه أصفر، يكون عم بيلون شي بشعره. إذا ما بيحط ميك اب كمان شعره يعكس على بشرته. ميري كريسماس اند هابي نيو يير. وهيك بنكون وصلنا لنهاية كمشة أخبار فنية مع تغريد. إن شاء الله ال 2023 تكون حاملة معها كل الخير وكل شيء بتتمنوه. وإذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوا هالحلقة، ما تنسوا لايك وسبسكرايب، اشتراك بالقناة وشير لكل معارفكم. مع محبتي لإلكن بدي أعطيكم موعد جديد الأسبوع الجاي. ضلوا على خير. باي باي.